يا مساء الخير عليكم، أتمنى يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم في سلسلة أساسيات التسويق، اتكلمنا على الPLC أو Product Life Cycle، دورة حياة المنتج، وبعدين اتكلمنا على الmarketing mix أو المزيج التسويقي، إزاي الconcept بتاع ال4 B's وتحوّله لل7 B's وبعدين ال4 C's. النهارده برضه هنتكلم على topic مهم جدًا، يمكن ساعات كتير وأنا باخد brief من عُملا، فباواجه حاجة إن أنا لمّا باجي أقول له مثلًا إيه هو أو مين هو جمهورك المستهدف، فييجي قايل لي إيه، لأ أنا كل الناس، أنا بابيع الproduct بتاعتي أو باقدّم الخدمة بتاعتي دي لكل الناس. فطبعًا ما فيش حاجة اسمها أنا الخدمة بتاعتي أو الجمهور المستهدف بتاعي هو كل الشرائح العمرية، كل الناس بكل اهتماماتها، بكل حتى الأماكن الجغرافية اللي هي بتتوزّع فيها، فما فيش حاجة اسمها كده، إن المنتج بيغطي كل حاجة، غير اللي أنت بقى بتعمل mass production، فأنت بتعمل product سلعة استهلاكية عليها إقبال كتير، مثلًا زي الدقيق، السكر، وحتى ديّة بقى فيها شرائح، يعني مش كل الناس دلوقتي بقت تستهلك السكر العادي، مش كل الناس بقت تستهلك الدقيق الأبيض العادي، فبقى دي حتى الجزء ده بقى اختلف الconcept علشان الconsumer behavior أو سلوك المستهلك كمان اتغيّر، راح إن هو يكون صحّي أكتر. فخلّينا كده في درس النهارده إن شاء الله نستعرض استراتيجية تسويقية، إزاي إن أنت تقدر تستهدف الجمهور بتاعك الصح، تقدّم له الرسالة التسويقية الصح، وإزاي تعمل positioning أو اللي أنت تخلّي صورة ذهنية في دماغ العميل عن الproduct أو عن الخدمة اللي أنت بتقدّمها له. فخلّينا كده نعرّف أو ناخد الconcept ده أو الframework ده لإطار العمل ده، خلّينا نقسّمه كده لل3 خطوات الرئيسية اللي هو الsegmentation والtargeting والpositioning. فلو جينا لمعنى كلمة segmentation يعني اللي أنا باقسّم السوق الكبيرة، يعني أنا باخد كل السوق، ما فيش حاجة اسمها جمهوري المستهدف ده عبارة عن كل الناس اللي موجودة في الtarget market بتاعي، لأ أنا باقسّم السوق لمجموعات أو لفئات معيّنة أو اللي إحنا بنسميها segments يعني، فئات أصغر، يعني السوق عندك كبيرة فأنت بتبتدي تاخد السوق دي بتقسّمها لمجموعات صغيّرة، المجموعات دي بتكون بقى متشابهة سواء بقى في فئة عمرية، سواء في gender يعني في مثلًا ذكر أو أنثى، سواء في فئة عمرية معيّنة، سواء في اهتمامات أو سواء في behavior أو سلوك معيّن، فده ببساطة كده معنى الsegmentation. بعد كده الtargeting بقى بعد ما أنت قسّمت السوق لمجموعة من الشرائح أو مجموعة من الsegments، فأنت بتختار بقى الشرائح بتاعتك دي، بتشوف إيه هي الفئة الprofitable يعني اللي هي أكثر ربحية، وبتلاقي منتجك أكتر، اللي أنت عشان تقدر تfocus على الفئة دي وتقدر تcustomize الproducts أو الservice اللي تناسبهم. بعد كده حتّة الpositioning أو إزاي أنا أتمركز أو اللي أنا باثبّت صورة ذهنية معيّنة في الtarget audience أو للشريحة المستهدفة من الجمهور اللي هو هيشتري السلعة أو الخدمة بتاعتي، إزاي بقى أنا باخلّي الصورة الذهنية دي بتشجّعهم إن هم يشتروا الbrand بتاعي أو العلامة التجارية بتاعتي، وإزاي كمان إن هم بيميّزوني عن المنافسين اللي موجود في السوق. يعني إن أنا أبقى باقدّم سلع مختلفة عن أي منافس موجود في السوق. وخلّينا قبل ما نتطرق لكل معنى حاجة فيهم، يعني الsegmentation نعملها إزاي، للtargeting، للpositioning، بس خلّيني أقول لك على الconcept اللي أنا قُلته لك في الأول، لو أنت بتتكلم مثلًا مع عميل وأنت شغال في التسويق وبعدين ابتدى يقول لك أصل أنا الproduct بتاعتي ده بينفع لكل الناس، ده أنا ما عنديش target audience بعينهم معيّنة، ده كل الناس هتستخدمه، يعني بنسبة تقريبًا 90% إن الكلام اللي بيقوله صاحب الشغل ده أو صاحب الproduct ده بيكون غلط، لإن ما فيش حد الproduct بتاعته بتنفع لكل الناس، أنا زي ما أنا قُلت لك حتى السلع الاستهلاكية بقى تغيُّر سلوك المستهلك وإن الناس بقت تهتم بصحتها على مدار السنين، الconcept كمان اتغيّر إن هو لأ، بقى في حاجة اسمها segments ولازم أنا أقسّم الجمهور بتاعي إلى شرايح. فالمشكلة هنا إن الرسالة لمّا بتبقى عامة جدًا، ما حدش بقى هيحس إن أنت
بتوجّه له الرسالة دي، ما حدش هيحس إن هيهتم يعني بإعلان مثلًا أنت بتعمله له، رسالة تسويقية معيّنة عايز توجّهها له، فتحس كإنّك بتصرف فلوس الإعلانات كده على الفاضي، فuseless جدًا يعني. فاللي ييجي يقول لك أنا الproduct أو الخدمة بتاعتي دي موجهة لكل الناس، لأ لازم ي ي ي تغيّر له الmindset بتاعته واحدة، واحدة تبقى معاه وتفهّمه يعني إيه segments وده اللي هنتطرق له يعني في الsegmentation والtargeting والpositioning دلوقتي. فلو كنا بنتكلم على الframework اللي هو الsegmentation والtargeting والpositioning زي ما أنا قُلت لكم في الأول الsegmentation معناها إن أنت تقسّم السوق لشرائح كلّها أو مجموعة من الgroups هي بتكون عندها similarity أو عندها تشابه في الneeds أو في الشخصية، في الاهتمامات، في السلوك، والtargeting بقى تبتدي من الsegment دول تختار مين أكتر فئة هتبقى بالنسبة لك تقدر تحقق لك ليها أرباح، توصّل لها رسالة تسويقية بشكل صح، بعدين تبتدي في الpositioning بقى إزاي اللي أنت بتتمركز في السوق وتخلّي عندك صورة ذهنية العميل أول ما يشوف اسمك يعرف أنت بتقدّم إيه على طول، من كتر ما أنت قدرت اللي أنت تعمل له targeting صح. ولو جينا هناخد الجزء بتاع الsegmentation أو التقسيم لقاعدة العُملا أو تجزئة السوق المستهدف اللي أنت بتستهدفه يعني عشان توجّه له رسالة تسويقية معيّنة، فهو الsegmentation بيتم بناءً على 4 حاجات، يا إما geographic اللي هو التقسيم الجغرافي يعني، يا إما demographic الديموغرافي، ويا إما تقسيم اللي هو الpsychographic ده التقسيم النفسي أو الbehavioral ده التقسيم السلوكي. فلو جينا لأول حاجة اللي هي الgeographic التقسيم الجغرافي، ده بيكون بناءً على المكان، يعني أنت عايز تستهدف ناس موجودة مثلًا في المنطقة مثلًا دول الخليج، فدول الخليج أكتر علشان ما فيش زحمة زي مثلًا دول زي مصر، زي الصين، زي الكلام ده كله، دول مش مزدحمة، فبتلاقي مثلًا لو شركة عربيات فهتلاقيها متوجهة أكتر لإن هي تنتج أو بتوزّع للمنطقة دي، بتوزّع لهم العربيات الجيب، العربيات الكبيرة شوية، مش العربيات اللي هي الصغيرة زي السيدان أو العربيات الhatchback. فده لمّا أنت هتيجي تقسّم السوق لو أنت بقى شغّال شركة عربيات أو حاجة، قيس عليها بقى أي حد شغّال في حتّة مثلًا الجو مثلًا بيبقى فيها ساقعة، فطبعًا لو أنت شركة ملابس مش هتنتج حاجات t-shirts بقى قطن ونُص كُم وحاجات كده، لأ هتبتدي اللي هي هتاخد sweatshirts هتاخد اللي هي الwind break jackets الحاجات دي كلّها، هتبُص تلاقي نَفْسك إن أنت بتنتجها أكتر وبتوزّعها حاليًا، فده مهم جدًا وأنت جاي تقسّم السوق بتاعك مهم جدًا إن أنت تبقى عارف أنت بتوزّع حتى المنطقة الجغرافية سماتها إيه عشان تقدر تcustomize الproduct وتقدر توزّعه في المكان الصح. برضه مهم جدًا في تقسيم أو تجزئة السوق وتقسيم العُملا تبُص للناحية الديموغرافية اللي هي مثلًا السِن، الgender النوع، الincome الدخل والoccupation يعني إن هو مثلًا بيشتغل فين أو عمله إيه، طبيعة عمله إيه. فمثلًا لو جينا لشركة ملابس هتلاقيها بتقسّم منتجاتها يعني على خَط مثلًا مخصص للأطفال. جزء تاني مخصص للشباب، مثلًا في الجامعة بيبقى ليهم برضه specs في اللبس اللي هُم بيختاروه، إن هو يبقى cozy يبقى مُريح ليهم أكتر، يبقى يقدروا يتحركوا فيه مثلًا عشان هُم بيبقوا طول الوقت برّه، يكون زي ما أنا قُلت لك بيfeel cozy أو comfortable يعني يحسسهم بالراحة ويقدروا يتحركوا فيه، وبرضه خَط بقى للناس اللي هُم الناس الprofessional لو شركة مثلًا بتعمل ملابس مخصصة مثلًا للعمال في بيئة معيّنة، لازم تاخد بالها كويس جدًا من الظروف حتى المحيطة بالعامل عشان تقدر تعمل له لبس مُهيأ ليه، برضه لو حد بيبقى بيحضر meetings كتير الكلام ده كلّه، بيبقى مخصص ليه لبس مثلًا زي البِدَل، الحاجات الformal شوية حتى لو كان في الصيف يبقى شميز، يبقى حاجة classic، فكل الحاجات دي وأنت بتجزّأ السوق وبتعرف الجمهور المستهدف ليك، مهم جدًا إن أنت تبقى تعرفها في الجزء الdemographic. ولو انتقلنا برضه للجزء الpsychographic أو الجزء النفسي، هنا بقى
هنا بتعتمد على نمط الحياة لجمهورك المستهدف أو لاهتماماته، الlifestyle بتاعه عامل إزاي. يعني مثلًا لو أنا جاية بافكّر أعمل application للياقة البدنية، فأنا هاستهدف طبعًا شريحة من العُملا بياكلوا أكل صحّي، بيلعبوا رياضة، وهابتدي بقى أقدّم لهم عروض مخصصة على منتجات الdiet. فمهم برضه الجانب النفسي ده مهم إن أنت تعرفه. بنيجي بقى للجزء الbehavioral أو الجزء السلوكي، هو بيعتمد على تفاعل العميل مع المنتج بتاعه، زي مثلًا معدل استخدامه لمنتجك، الولاء للعلامة التجارية. كل دي حاجات أنت لازم تاخدها برضه في الحسبان وأنت جاي بتستهدف الجمهور. فالناس اللي هي على طول بتستخدم الproducts بتاعتك، أنت ممكن تقدّم لهم vouchers مثلًا، خصم 50%، ممكن تعمل لهم loyalty programs أو اللي هي برامج الولاء. بتلاقي في محلات حتى لبس كتير، أنت لو بتشتري من عندهم على طول بيدّي لك كارت، ممكن الكارت ده أنت تقدر لمّا أنت تعمل حجم مشتريات معيّن تاخد بيه cashback. يعني مثلًا لو اشتريت ب1000 جنيه يرجّع لك 300 جنيه مثلًا يعني، أو بيدّي لك في نقاط في صورة points مثلًا. الpoints دي بتتخصم برضه لمّا أنت تيجي تشتري مرّة تانية، تلاقي إن هم خصم لك فلوس كتير. فدي برضه حاجة أنت لازم تحطها في بالك، إن لو العميل عنده ولاء ليك، معدل استخدامه ليك كتير، أنت إزاي تقدر تعمل له compensation، أو إزاي اللي أنت تقدر اللي أنت تقدّم له برامج يقدر إن هو ياخد بيها تخفيضات ويبقى loyal customer، وبيبقى بيشتري منّك على طول وبيعمل word of mouth، أو إن هو بيتكلّم على العلامة التجارية بتاعتك بشكل إيجابي ويجيب لك ناس تانية. فدي حاجة مهمة اللي أنت وأنت بتعمل segmentation اللي أنت تبقى دارسها وفاهمها. وبصراحة يعني أنا كان نِفْسي في case study أتكلّم عليها تكون local brand أو مُنتَج محلي. كورونا طبعًا دي موجودة من مئات السنين في السوق المصري، وبصراحة يعني case study تُدرَّس. وحتى طريقة الpackaging بقت بتصدّر، بقت عملت expansion لحاجات كتير، وقدرت بقى يعني إحنا لو جينا لجزء الsegmentation، أقدر أقول لك إن هي قدرت تعمل segments صح وتقدر تتارجتهم بproducts صح هي عملتها، سواء من الpackage، سواء في الingredients أو مكونات الchocolate نفسها. فلو جينا مثلًا للchocolate اللي هي العادية اللي هي المتداولة اللي هي باللبن والسكر عادي، هم بيسموها classic chocolate، فهتلاقي إن هي دي mass market، أو الفئة الأغلب من الناس في مصر أو حتى في الوطن العربي، لإن هم ابتدوا بيصدّروا كتير وحتى للدول الأجنبية. فهتلاقي إن هو إيه، دي في الingredients بتاعتها فيها لبن، فيها عادي فيها سُكّر. فبتلاقي إن ديّة معظم الناس ب ب بتشتريها. وبعدين رُحنا بقى للناس اللي بتحب الdark chocolate، بتحب الchocolate بس يبقى طعمها قوي، فهي ابتدت تعمل لهم chocolate dark بحوالي 72% كوكا، فعرفت تتارجتهم صح. وكمان عملت chocolate تانية recently، يعني هي موجودة في السوق اسمها stevia، بسُكّر stevia. يعني هي ما فيهاش سُكّر صريح، بس فيها سُكّر اللي هو البديل للناس اللي بتعمل diet والناس اللي بتحافظ على صحتها. فهي بكده قدرت تقريبًا تغطي كل الsegments وكل احتياجات أي عميل إن هو ممكن يلاقيه في الchocolate. ودي حاجة مميزة جدًا، وطبعًا إحنا فخورين إن في مُنتَج مصري قدر يعمل segmentation بطريقة professional وبطريقة صح، اللي هو يتارجت ناس صح على كل الpreferences أو تفضيلات العميل اللي ممكن يحبها في نوع الchocolate. وبعد خطوة الsegmentation، أو اللي أنت قسّمت السوق المستهدف بتاعك لمجموعات معيّنة تقدر توجه لها رسالة تسويقية، وعلى حسب الproducts أو الservice اللي أنت بتقدّمها، بتيجي الخطوة المهمة اللي بعد كده اللي هي الtargeting، أو اللي أنت بتستهدف بقى من الشرائح دي. دي فعلًا الحاجات اللي هتعمل لك profit. فبنلاقي في استراتيجيات بقى للtargeting بقى بتتبعها الشركات، يعني يا إما تعمل concentrated أو بتfocus على niche معيّن. زي هنا مثلًا العربيات الRolls Royce، الساعات الRolex، دي ساعات بتبقى غالية جدًا بتستهدف بيها العُملا الأثرياء. يعني العربيات دي مثلًا بتُنتج بالقطعة، الساعات بتبقى غالية جدًا ومش أي حد بيقدر أو عنده الpurchasing power اللي هو يقدر يشتري الproducts بتاعتهم. فدي طبعًا استراتيجية بتتّبع علشان حاجات luxurial أو حاجات رفاهية عالية جدًا بbrands عالية جدًا. زي مثلًا إن حتى الناس
الbusinessman اللي بتلاقيهم بيستخدموا ال الأقلام الMontblanc دي ماركة كده في الأقلام بس بتبقى غالية جدًا يعني ممكن يستخدم أي قلم، بس ده برضه بيعمل له نوع من الimage كده وبيخلّيه في حتّة معيّنة، فدي استراتيجية وأنا باستهدف بيها العُملا بproducts معيّنة. وفي الtargeting بقى للاستراتيجية بتاعة الdifferentiated اللي أنا إزاي باخلّي product مخصص لكل segment أنا باستهدفها، زي مثلًا لو شركة بتصنّع عربيات، إزاي بتستهدف مثلًا الشباب بالعربيات اللي هي بتصنّعها اللي هي الsportive أو العربيات اللي هي الرياضية المخصصة للشباب، مش هيقدر مثلًا إن هو يستهدف بيها حد سِنُّه كبير شوية. وكذلك بقى لو هي بتتارجت العائلات، فهي بتعمل العربيات اللي هي الفاميلي، وبتتارجت بيها الناس اللي هي مثلًا متجوزة وعندها أولاد وعايزة بتكون بقى من جوّه مساحتها واسعة وبتاخد عيلة بيتحركوا بقى كفاميلي في مجموعة، فكل ده ب ب بتعمله الشركة وهي بتصنّع، إن هي إزاي بتفكّر في الsegments وفي الbehavior بتاعتها، وبتقدر تقدّم product لكل segment هي بتستهدفه. وهنا بقى في الtargeting في استراتيجية تالتة، ودي طبعًا زي ما أنا قُلت لك هي حتى منظورها اختلف دلوقتي اللي هي الundifferentiated أو اللي هي التسويق الشامل، اللي أنا بابعت رسالة تسويقية واحدة، أنا باقول إن العُملا بتوعي دول موجودين في كل حد، أنا ما ليش segment معيّنة بعينها أنا باشتغل عليها، ولكن ده زي ما أنا قُلت لك ده مش حاجة صح جدًا إن أنت تعملها، حتى اللي إحنا كنا بنستخدمها قبل كده في سلع استهلاكية زي السكر، زي الملح، زي حتى اللي هي المشروبات الغازية، دلوقتي أنت حتى جوّه المشروبات الغازية تقدر تعمل segment للناس اللي هي بتهتم بصحتها وكده، لكن دي كانت استراتيجية موجودة وما زالت إن الناس بتوجّه رسالة واحدة لكل الجمهور المستهدف، وده إحنا بنسميه حتى في الmarketing اسمه mass marketing أو التسويق الشامل، ما باحطش بقى أي اختلافات عند الناس سلوكها مش عارفة إيه، لأ أنا باوجّه الرسالة لكل الجمهور اللي أنا شايفه إن هو بالنسبة لي إن هو جمهور مستهدف. وآخر حاجة هنتكلم عليها في استراتيجية STB هي الpositioning أو الصورة الذهنية اللي عايزها تترسم في دماغ العميل لمّا يفكّر في الbrand بتاعك. هنا بقى يعني أنت تقدر مثلًا إن أنت تقول اللي أنا عايز مثلًا إن الصورة الذهنية بتاعتي اللي أنا مثلًا أسرع حد في الdelivery زي مثلًا ماكدونالدز، هو أسرع delivery في مصر فعلًا بييجي لك في خلال نُص ساعة. دلوقتي حتى طلبات مارت اللي هم عاملينها تبع طلبات، ده سوق لطلبات أنت بتشتري منها الحاجات الgrocery اللي هي الحاجات بتاعة الماركت اللي أنت ممكن تشتريها، هم دلوقتي كمان عاملين إعلانات على إنهم بيوصّلوا في ربع ساعة، أنا لسه ما جرّبتهمش، بس ده لو عملوه فده حاجة هيبوم بيها وهيبقى متميز بيها في السوق، اللي هو بيقدر يعمل أسرع delivery السوبر ماركت، يعني ممكن هينافس بيها كارفور، هو بيقدّم برضه حاجات الdelivery التوصيل المنزلي وفي الbreakfast وحاجات كتير، ولكن هو قدر إن هو لو فعلًا بيوصّل في ربع ساعة، فقدر يعمل positioning ويبقى صورة ذهنية في دماغ العميل، إن هو لمّا ييجي يطلب حاجة من الماركت أسرع حد هيوصل لي لو أنا مستعجل وعايز حاجة بسرعة، وخاصةً بقى ستات البيوت اللي هو بتُقف في المطبخ كتير وعايزة حد ينجزها إن هي بتعمل حاجة دلوقتي أو أكلة دلوقتي، وعايزة على طول delivery يبقى على طول طلبات مارت اللي هييجي في دماغها. فدي بقى يعني في الpositioning دي أنت شوف أنت عايز تميّز نَفْسك عن المنافس بإيه، هل أنت مثلًا أفضل quality، هل أنت بتقدّم منتج بجودة عالية جدًا، أنت ممكن تبقى أحسن سعر وأحسن quality، أنت بتحُط access أو بتحُط بقى عناصر أنت عايز تتميّز بيها. ممكن زي ما أنا قُلت لك سرعة التوصيل، ممكن الquality، ممكن الpackaging، أنت شكلك مُلفت جدًا بسعر affordable أو سعر يقدر الناس يشتريه عن المنافس بتاعك، لو أنت مثلًا perfume، لو أنا جيت قُلت مثلًا حاجات Chanel ومش عارفة إيه، دلوقتي في حاجات local brands برضه ابتدت تcompete وبقت ثابتة وحاجات كده زي في brand أنا باحب أتكلم على الbrands المحلية، في حاجة اسمها أنا أشجّعها يعني اسمها بوشارة، برضه دي عاملة fragrances حلوة جدًا، ثابتة جدًا، قوية جدًا، برضه بقت بتنافس أهي، إن السعر بتاعها مش زي Chanel ومش زي Guess ومش زي بقى كل الbrands الموجودة Body ومش عارفة إيه، فهتلاقي إن هي سعرها affordable والquality بتاعتها عالية جدًا، فهي قدرت تميّز نفسها عن المنافس بصورة ذهنية معيّنة، فوأنت بتdesign الproducts أو الservice بقى وأنت بتعمل استراتيجية تسويقية في الSTB اللي أنت عايز تشوف مين الجمهور المستهدف
المنتج بتاعك وتبتدي تتارجت فئة معيّنة وتبتدي تحط صورة ذهنية بقى معيّنة في دماغ العميل، فأنت لازم تشوف أنت متميز بإيه، إيه الvalue اللي أنت تقدر تقدّمها للعميل ويكون فيها credibility أو يكون فيها مصداقية وتقدر فعلًا تحقق دي، فبكده أنت بتبقى عملت استراتيجية تسويقية very professional بتبقى وصلت للجمهور اللي صح، اللي هو مهتم بالسلعة بتاعتك، اللي هو عايز يشتريك، اللي هو فعلًا هيبقى loyal كمان ليك بعد كده ويبقى بتعمل له retention أو بتخلّيه موجود، وكمان بيعمل word of mouth أو اللي هو بيتكلم على الproducts بتاعتك ويرشّحك لناس تانية كتير. فأنا باحب دايمًا كمان أنتم عارفينّي إن أنا ألخّص كل اللي اتقال في الحلقة، فأنا حبيت كده أعمل لكم slide إن أنا ألخّص فيها اللي اتقال، فلو أنت مثلًا جاي تعمل استراتيجية تسويقية، فأنت مثلًا بيبقى عندك في الأول خالص الmarket كلّه، فأنا دلوقتي هاقعد كده مع نفسي لو أنا باحط استراتيجية تسويقية علشان أخُش السوق، وعلشان أبتدي يبقى لي وجود بمنتجي أو بالخدمة اللي باقدّمها، بابتدي أسأل نفسي بقى أنا عندي السوق أهو كلّه منفتح، أنا بقى باستهدف مين من السوق ده كله، فأبتدي أقسّم للسوق بتاعي لمجموعات بتبقى متشابهة زي ما أنا قُلت لك، سواء بقى في سلوكها، سواء في العامل النفسي اللي بيشجعها إن هي تشتري، سواء إن هي في التوزيع الجغرافي ليها، سواء في عمرها، سواء في إن هي مثلًا ذكر أو أنثى اللي هو الgender، فأنا لازم أقعد أدرس الحاجات دي كلها. وبعد ما قسّمتهم لشرايح أو لمجموعات الsegments دي، بابتدي بقى أشوف أعمل لهم targeting أو باستهدفهم بإن أشوف بقى الsegments زي مثلًا المثال اللي أنا اديته اللي هو زي كورونا، أشوف كل اهتمام كل segments وابتدي أحط المجموعات دي مع بعض برسائل تسويقية مناسبة لكل مجموعة، زي في حالة كورونا اللي أنا شرحتها، يا إما بتعمل كورونا الclassic اللي هي بتستهدف بيها الmass marketing أو اللي هي بتستهدف بيها القطاع الأكبر من الجمهور المستهدف ليها، وبعد كده اللي هي الdark chocolate الناس اللي بتحب مذاق الشوكليت يكون واضح ويكون قوي، وبعد كده الناس اللي هي بتبُص لصحتها وبتفكّر في حاجة healthy فابتدت إن هي تعمل no sugar added اللي هي الstevia أو اللي هي حاطة فيها السكر الدايت، فابتدت تبقى عاملة targeting بكل لكل segments برسائل تسويقية طبعًا مختلفة عن الsegment التانية. وآخر حاجة الpositioning أو التموضع أو التمركز في الصورة الذهنية اللي أنت بتحطها في دماغ العميل للbrand بتاعك، أنت عايز يشوفك إزاي، أنت أسرع delivery، أنت أحسن quality، أنت أحسن سعر، إيه اللي أنت عايز تخلّي العميل يفتكرك بيه، وبتبتدي تfocus عليه. وبكده نكون خلّصنا حلقتنا النهارده اللي هي الSTB من سلسلة أساسيات التسويق، طبعًا اللي ما شافش اللي هي الحلقتين اللي قبل كده عن دورة حياة المنتج، وعلى ال4 B's وال7 B's وال4 C's يقدر يشوفهم دلوقتي، ولو عجبتكم الحلقة أتمنى إن أنتم تشاركوها مع أصدقائكم علشان الكل يستفيد من المعلومات اللي قُلتها، وما تنساش تعمل subscribe وتفعّل زرار الجرس للقناة، وأتمنى أشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله من سلسلة أساسيات التسويق.